النهارده مصر والارجنتين. طبعا خبراء الكوره والتحليلات طالعين يقولوا مستحيل ونظريات وتكتيك، بس خلوني اقصف جبهه كل اللي فاكر ان الماتش ده مجرد كوره بتتلعب في الملعب. احنا بنضحك على نفسنا لو افتكرنا انها 90 دقيقه وبتعدي. الماتش ده جاي النهارده يسلط الضوء كده ويولع كشاف على بيوتنا وعلى الطريقه اللي بنربي بيها ولادنا، وبيكشف الوعي الحقيقي. طبعا الخوارزميه مستنياني اقول ارقام وتوقعات، صح؟ بس انا النهارده توقعاتي تربويه ونفسيه. الماتش ده جاي يعلم ولادنا درس في الحياه ما تعلمهوش في كتاب. بنعلمهم يعني ايه تواجه الكبار، يعني ايه لما تقف قدام بطل عالم ما تخافش وانزع الخوف من قلبك. اعرف ان السعي والاصرار في الملعب هو اللي بيصنع المعجزه. ودي الروح اللي احنا عايزين نزرعها في ولادنا ضد اي مستحيل يقابلهم في حياتهم. بنعلمهم الثبات، لو كسبنا باذن الله نعلمهم ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. طب ولو حصل غير كده لا قدر الله، هنا بقى اختبارك كأم. بلاش العصبيه والشتيمه اللي بتهد البيوت عشان خاطر الكوره. علموهم ان الخساره خطوه بتخليني اقوم وانا اقوى من قبل كده. النهارده قلوبنا كلها مع 11 راجل في الملعب، عارفين ان ربنا كريم وقادر على كل شيء، وقادر يفرح قلوب ملايين المصريين. وعشان كده انا مش هطلب منكم توقعات بالنتيجه. انا طالبه من كل مصري ومصريه بيشوف الفيديو ده دلوقتي يرفعوا ايديهم معايا كده ويقولوا يا رب انصر مصر، يا رب انصر منتخبنا ضد الارجنتين. اكبر بخاطرنا وفرح قلوبنا، فرح قلوب كل المصريين يا رب، بنصر يسعد مصر كلها الليله. يا رب يا عالي انصر منتخبنا الغالي. عايزه التعليقات تتزلزل بكلمه يا رب. اكتبوا يا رب في التعليقات بنيه النصر والفرحه الليله، واعملوا شير لكل حبايبكم عشان نوحد الدعاء.